هلو يا حلوين، حيرة كل يوم هنتغدى ايه؟ النهارده حسيت ان انا مش عايزه اتغدى الاكل التقليدي، عايزه اكل يكون مختلف. قعدت اقلب كده على الفيسبوك اجيب افكار، فحسيت ان انا نفسي في حاجه مختلفه، حاجه كده حرشه، حاجه كده يعني نجيب بقى فسيخ مع رنجة مع شوية بطارخ وسردين ونعصر كده بقى ليمون. قلت طب اجيب منين الحاجات الحلوة دي وتجيلي نظيفة وحلوة؟ لقيت صفحة اسمها فسيخ ام عمر وما كنتش جربتها قبل كده. قلت طب ما تعالوا نجرب مع بعض كده فسيخ ام عمر ونشوف ايه الاخبار وايه الطعامة وايه الحلاوة اللي فسيخ ام عمر عاملاه. اول حاجة الاوردر جالي نضيف جدا جدا زي ما انتم شايفين، واكتر حاجة عجبتني النظافة، كان معاه جلافزات ومعاه وايبس، يعني حاجة تحفة جدا. وجبت الحاجات كلها مخلية زي ما انتم شايفين كده علشان اكل على طول، مش هقعد بقى افتح واقفل وحاجات من كده. بس عايزه اقول لكم النظافه كانت تحفه، الشكل بتاع الحاجه يجنن. هقول لكم دلوقتي كل الحاجات اللي جربتها، جايبه لكم من عند فسيخ ام عمر خصم 10% لاي حد هيطلب اوردر من عندي، فبجد هتتبسطوا جدا جدا. وتعالوا نشوف. اول حاجه طبعا هنجرب الفسيخ. انا بحب الفسيخ جدا، بس دايما الحاجات دي لازم تكون نظيفه. نظافه الحاجات دي اهم بكتير قوي من طعمها، يعني لازم الحاجه تكون الاول نظيفه. وبصراحه انا لقيت عندها نظافه مش طبيعيه، والحاجه حلوه قوي، وطعم الحاجه كانت حلوه جدا جدا جدا. هقول لكم دلوقتي كمان الحاجات التانية دي عباره عن ايه. الفسيخ عندها كان حلو، وعايزه اقول لكم طبعا انا من عشاق الفسيخ، لازم كده كل فتره افصل بفسيخ كده وبصل وحاجات من دي، بحس ان انا روحي بترجع لي لما باكل الفسيخ. وبصراحه عندها الحاجات حلوه جدا، والخصم حلو جدا لاي حد من عندي. اما بقى دي اختراع، دي بقى اسمها المدلعه، مش هتلاقوها غير عند فسيخ ام عمر. دي عباره عن طبقه سبريد كافيار وطبقه رنجه وبطارخ وصوص طحينه، وكمان عليها فسيخ ودريسنج قطع بصل وفلفل حامي. انتوا متخيلين الموقف اللي انا حكيته ده مع رغيف عيش كده بقى وبصلايه كان هيبقى ايه الموقف؟ دي فظيعه، دي في حته تانية انا ما شفتهاش عند حد تاني خالص. المدلعه دي بجد فسيخ ام عمر مميزه بيه، يعني انا ما شفتش المدلعه دي عند حد، وهي فعلا مدلعه جدا. فانا بنصحكم لازم تجربوا المدلعه دي. بقى كانت الرنجه مع البطارخ كانت نظيفه جدا وطعمها حلو جدا. هتلاقوني كل شويه اقول لكم نظيفه، انا دايما لما بجيب حاجات من الفسيخ والرنجه دي زي ما قلت لكم بحب جدا الحاجه تجيلي نظيفه وريحتها حلوه، يعني مش ريحتها بقى وحشه. فطبعا انا لقيت ده عند ام عمر، ده غير بقى الجلافزات والوايبس والشغل العالي اللي هي عاملاه لنا ده، والليمون بقى والدريسنج اللي بتعمله للحاجه حلو جدا جدا جدا. ده بقى كان السردين، ده كان في حته تانية برده، كان حلو جدا جدا عجبني. عايز اقول لكم خصم 10% لاي حد من عندي هيطلب اوردر. لازم كده كل فتره تفصلوا بفسيخ ورنجه وحاجات من دي علشان تحسوا ان انتوا تاني يعني حاسين بطعم الحياه. انصحكم ان انتوا تجربوا فسيخ ام عمر جدا، هيعجبكم جدا جدا جدا. والحاجه نظيفه، هتلاقوا نظافه وجوده وريحه حلوه مع انه فسيخ. هسيب لكم اللينكات، ولازم تستغلوا الخصم، واي حد هيطلب من عندي زي ما قلت لكم هيكون ليه خصم 10%. واتبسطت جدا من فسيخ ام عمر.